انا مش عارف ايه اللي حصل. كل حاجه كانت ماشيه كويس وفجاه لقيت نفسي تايه مره واحده. ما بقاش ليا نفس لاي حاجه ولا قادر اتحكم في يومي زي الاول. لا مذاكره ولا نزول دروس ولا حتى عندي طاقه افتح اي كتاب عليه. تفتكر هالحق اللي فاتني؟ ولا حتى مراجعة على القديم. وكل يوم اقول بكره وبعدين اقوم الاسبوع اللي مفيش حاجه بتتغير. فات 5 شهور وبعدين دي مش درجاتي وانا عارف اني كنت اقدر احسن من كده. ولا حتى دي شخصيتي اللي كنت داخل بيها اول السنه. حاسس اني اتغيرت. انا حاسس اني بأضيع وكل يوم بيعدي وانا واقف مكاني. بس خليني اقول لك حاجه، اللي انت فيه ده طبيعي وعدى على ناس كتير قبلك، بس الفرق الحقيقي بيظهر هنا. خليني اكون صريح مع نفسي، انا وصلت لمرحله ما ينفعش اضحك فيها على نفسي تاني. مفيش حاجه اسمها هصحى فجاه ابقى متفوق. الحقيقه الوحيده اللي وجعتني ان الغلط كان مني انا، مش المدرس السبب ولا الدروس ولا البيت. انا السبب. استسهلت وسبت الايام تعدي وانا فاكر اني لسه بدري. لو انت لسه في النص كمل، ربنا شايف. مش مطلوب منك غير انك تحاول بصدق. افتكر دايما ربنا مش بيضيع تعب حد. زي ما بنقول دايما، ودي قاعده خدها دايما وانت بتشتغل، انه ما كان من توفيق وسداد وقبول في هذا العمل فمن الله ورسوله، وما كان فيه من نقص او خطأ او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. اسال ربنا سبحانه وتعالى ان هو يجعل هذه الاوقات باذن الله تعالى في ميزان حسناتنا انا وانتم يوم ان نلقاه، وان يجمعنا دوما في الاخره كما جمعنا في الدنيا اخوه متحابين باذن الله تعالى. اسال ربنا سبحانه وتعالى كمان ان هو يديم عليكم السداد والقبول، ان انتوا قادرين تصبروا لحد دلوقتي ومكملين معانا. ربنا يعينكم ويوفقكم ويسدد خطاكم ويفرح قلوبكم ويسعد اهاليكم بكم باذن الله تعالى. بذلتوا مجهود، تعبتوا، اظن يعني اللي كمل لحد دلوقتي ده تعب جدا. ربنا يعينكم وان شاء الله كده يا جماعه يعوضكم خير على صبركم اللي انتوا صبرتوه معانا لحد دلوقتي. باكد تاني يعني لا تنسونا من صالح دعائكم. وباكد لك خد بالك ان الرحله دي مهما طالت فهي كلها شهور وهتخلص، وهيظل بيني وبينك الكلمه الطيبه والاثر الطيب. اسال ربنا سبحانه وتعالى ان اكون سبت اثر طيب في نفوسكم بعلم او باخلاق. خالص دعواتنا لكم بالسداد والتوفيق. نراكم دوما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لما تروح بس اقعد مع نفسك 5 دقايق وحاسب نفسك كل يوم، واقعد مع نفسك بالليل كده وقول ياه انا مثلا بحلم بكليه والله ادخل علاج طبيعي. علاج طبيعي قدامي اهي، وانا ماشي قدام علاج طبيعي بص لها وشايف ان الحلم اللي راح ما دخلتش الكليه اللي انا كنت عايزها ودخلت كليه تانية. يفضل الموضوع يضايقك لفتره كبيره، في انك لو دخلت الكليه اللي انت عايزها ولقيت ان الدنيا جوه صعبه انت تبقى حابب انك تعمل وحابب انك تشتغل عشان توصل اكتر وقت. ما بقولكش اللي السنه دي نهايه المطاف ولا الجو ده كله، بس خلي بالك والله 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 ما لو مش سنه مصريه يا ابني ما كانش ابوك دفع لك فيزياء وكيمياء واحياء وكتب. احسبها لنفسك كده لما تروح ايه اللي جبره انه يسمع. السنه دي غير اي سنه، خلي بالك اي حاجه بتطلبها مجابه، اي حاجه بتطلبها وبيحاولوا يقللوا على قد ما يقدروا معاك الدنيا، ما يقلل الخناقات ومش عارفه ايه. اوعى تكون فاكر لما امك ولا ابوك يقول لك خش ذاكر ده حاجه وحشه، ده مش حاجه وحشه، هو خايف على مصلحتك. اوعى تكون فاكر لما بيزعق لك عشان تدخلي تذاكري هو لا ده ما بيحبنيش والجو ده كله تطلع عليه ربنا، لا هو خايف عليك، هو شايف ان ده مصلحه. يا عم انت ما انتش قادر تنظم وقت، ما انتش عارف تنظم دنيتك، ابعت لاي حد من الناس اللي موجوده معاك سواء بوسين او ياسمين او نور، اي حد فيه قول لهم والله انا دروسي كذا كذا مش عارف انظم دنيتي، واقع مني كذا في الكيمياء وكذا في الاحياء ومش عارف ايه. هيتابع معاك، قول لهم تابعوا معايا كل يوم، تابع معاك كل يوم لحد ما تخلص اللي موجود اللي واقع مني. والله يا دكتور انا واقع مني مثلا حاجات في الدم والحرب، مش كلها واقع مني والله كذا وكذا وكذا. الم الدنيا ازاي؟ اعمل الدنيا ازاي؟ موضوع سهل، موضوع بسيط ومتوفر لك كل حاجه. مطلوب منك حاجه واحده بس، تذاكر. كان عندي عيل السنه اللي فاتت مش السنه اللي فاتت في 2023 شغال في الجيزه في القاهره يعني مش فاكر، واخوه كان اسمه يونس، ده كان اسمه يوسف باين. يونس ده ويوسف كان والدهم كان ميت يعني. كان يونس بعد ما يخلص اللي هو الدروس والليله دي كلها كان بيطلع يشتغل، شغال في صيدليه، بيروح يشتغل الصبح بيذاكر ويروح دروس، بالليل يشتغل والصبح بيذاكر ويروح دروس. يعني لو انا امتحنت الطلبه امتحانات على مدار السنه مثلا 20 امتحان مفيش ولا امتحان قال لي فيهم عن ال 50 من 60 بيشتغل. طب انا ما عنديش وقت، اللي بيشتغل يعني 8 ساعات في شغل. واخوك كان نفس الحوار ما شاء الله، الاثنين دلوقتي ما شاء الله
واحد في علاج طبيعي، واحد في اسنان، وكانوا بيشتغلوا بيصرفوا على نفسهم. انت ما بتشتغلش هتصرف على نفسك، انت قاعد في البيت بتذاكر بس. والنبي الله يكرمك اقول لك حاجه، انت قاعد دلوقتي والله انا فاهم الشرح وباجي احل، بس مش من اول مره يا حبيبي، مش من اول مره. ما هي لو الدنيا كانت من اول مره ما كانش حد غلب، ما كانش حد غلب خالص.